كان النبي يغتسل صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى وعيد الفطر، يلبس أجمل ثيابه، يضع رائحة طيبة، يخرج مبكر إلى صلاة العيد، يذهب ماشيا، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. إن كان عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، يأكل تمرات ويكون على وتر، أي شيء يأكله إن لم يحصل تمر، المهم يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، إظهارا لشكر نعمة الله عليه أنه أتم له صيام رمضان. يذهب إلى مصلى العيد، يحرص على أن يكون بالصفوف الأولى. إذا قدر أن غدا العيد يكبر الله تبارك وتعالى من ليلة العيد، يبدأ التكبير وانت سيارة تكبر، وانت في الدوام كبر الله تبارك وتعالى، تكبر وانت تمشي، تكبر وانت في البيت، ولتكملوا العدة لتكبروا الله. يكبر الله إلى أن يبدأ خطبة العيد أو تبدأ صلاة العيد. التكبير من أذان المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر، من الفجر إلى صلاة العيد. من إذا صليت العيد انتهى التكبير. من السنن صلاة العيد بالنسبة للإمام يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وتسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. هذه هي السنة. وإذا قرأ غيرها من السور جاز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص يقرأ سورة قاف وسورة اقتربت الساعة في صلاة العيد، أو سورة اللي هي الأعلى وسورة الغاشية. كان يحرص في صلاة العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. يستحب الإنسان بحلول العيد وأن يهنئ إخوانه المسلمين، هذا أمر يستحب. الإحسان إلى الأولاد، إفراحهم في العيدية، بر الوالدين، هذا أمر طيب. ينهى عن ما يفعله البعض في زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة طوال السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. اذهب إلى المقبرة في كل وقت، قبل صلاة العيد، بعد صلاة العيد، أيام السنة كلها، مو بالعيد، لكن يجعلها لابد مع صلاة العيد أو بعد صلاة العيد مباشرة. هذه بدعة. لا تخصص، يعني لا تحدد يوم معين، أيضا تدخل في البدع. النبي كان يزور في كل وقت ولم يحدد وقتا دون وقت صلى الله عليه وسلم.